وكذلك أوجب الله تبارك وتعالى علينا النصيحة له، والنصيحة للحاكم هي الصدق له والإخلاص له والصدق معه، هي الإخلاص له والصدق معه في حالة الموالاة والمعارضة سواء بسواء. ومع أن للحاكم هذه المكانة الجسيمة والمنقبة العظيمة، فقد نهانا الشارع صلى الله عليه وسلم أن نطلب الرئاسة وننافس أهلها تشهيا وطلبا للدنيا. أضف إلى ذلك نحن معاشر الصوفية حذرنا مشايخنا من حب الرياسة ومن الوقوف على أبواب السلاطين، ونحن على هذا المبدأ نستحي من الله أن نرفع طلبا لغيره مع حبنا وتقديرنا ووفائنا، مع حبنا وتقديرنا ووفائنا لولي أمرنا السيد المعتمد، فحبه واجب وإكرامه واجب وتقديره واجب ولقاؤه عيد من أعياد المسلمين. نشكره على هذه الزيارة الكريمة، ونسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد والعون في إمضاء مهمته، له ولكم جميعا خالص الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك منا خالص الشكر والتحايا من صميم القلب، مع دعائنا لك بالخير والتوفيق وتحقيق ما تصبو إليه. ونحب أن نشكرك أبونا الشيخ الفهاشم على كل ما قدمته من مجهود وتطوير لهذه الجمعية، ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنسر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. الفقرة القادمة هي فقرة تكريمية، ونستميح السادة الضيوف والسادة الحضور وعلى اللاتي أسماءهم الصعود إلى منصة التتويج مولانا الخليفة الشيخ القاسم العالم محمود، مولانا الشيخ الفهاشم العالم محمود راعي الشباب، السيد محمد عوض الدين الصافي رئيس الجمعية. أهلا وسهلا بك معتمد محلية القرشي الأستاذ عبد الباسط الدخيلي، ومرحبا بانضمامك لباقة زهورنا الفواحة، آملين أن تسعد بيننا بك أخا جديدا. كل التراحيب والتحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بانضمامك لنا، ها هي أيادينا نمدها لك ترحيبا وحفاوة، آملين أن تقضي بصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات. تقبل منا أعزب وأرق تحيانا. إنها لحظة تكريم معتمد محلية القرشي الأستاذ عبد الباسط الدخيلي، فليتفضل مشكورا. الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صوت الحق وكلمة الحق على ما أعطاه الشرع من مقام السيد ولي أمرنا معتمد المحلية، فليتفضل يخاطب رعيته. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نبرأ إليك من كل حول وطول، ونسألك من اليقين ما ترضى وصدق العمل والقول. وصلى اللهم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة إن كان لابد من ترحيب